العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضيلة بأن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. افتتاح المنافسات الإقليمية لكرة الطائرة الشاطئية. تدريب صيانة معدات رش المبيدات. دعم المعاقين في منصورة. 14 قتيلا على الأقل في انفجار استهدف حافلة في شمال غرب بوركينا فاسو. فوضية الانتخابات تأمر بتجديد رئيس كاتالونيا من مهامه. والشرطة الفرنسية تقتل منفذ عملية الطعن في باريس. إلى التفاصيل. افتتحت اليوم السبت بشاطئ قرقسم في مصوع منافسات الكرة الطائرة الشاطئية الإقليمية التي تستضيفها البلاد لغاية 7 يناير الحالي. وعرب مفوض الثقافة والرياضة السفير زمن تخليف في افتتاح المنافسات التي حضرها حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخلل لبسو ومسؤولون آخرون وقادة الجيش أمنياته الطيبة والتوفيق الرياضي الدول المشاركة. وتشارك في المنافسة للتصفيات الأولية لأولمبياد طوكيو 2020 5 دول هي إريتريا، السودان، رواندا، مصر وجنوب السودان، حيث تشارك جميع المنتخبات بالجنسين باستثناء السودان. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني للكرة الطائرة السيد ميكيل تخلى ميكيل أن إريتريا أجرت الاستعدادات اللازمة للمنافسات في كلا الجنسين. وكان في استقبال منتخب مصر لدى وصوله مطار أسمر الدولي في 3 يناير الحالي رئيس الاتحاد الوطني لكرة الطائرة ورئيس كونفدرالية أفريقيا للكرة الطائرة للمنطقة الخامسة الرواندي غوستاف نكورونزيزا. وتنقسم كونفدرالية أفريقيا لكرة الطائرة إلى 7 مناطق. نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية من 31 من ديسمبر وحتى 4 يناير ل 22 من أعضائها العاملين لمكافحة الجراد في صيانة معدات رش المبيدات الحشرية. وأشرف على الدورة النظرية والتطبيقية التي نظمت في دار قولوس الخبير والأستاذ السيد رامي العربي من مفوضية مكافحة الجراد الصحراوي التي مقرها العاصمة المصرية القاهرة. وأوضح مسؤول مكافحة الآفات الراحلة في وزارة الزراعة السيد تيدروس يوم أن عطل معدات رش المبيدات الحشرية يعتبر تحديا كبيرا. وقد نظمت الدورة التدريبية لتمكين العاملين في الرش من صيانة المعدات المعطلة أثناء العمل. وأوضح المشاركون في الدورة بأنهم كانوا يرسلون المعدات المعطوبة إلى أسمرة للصيانة، ويشكل ذلك تحديا كبيرا أثناء حملة مكافحة الجراد. وستسهم الدورة التدريبية لحل المشكلة. من جانبه أوضح السيد رامي العربي المشرف على الدورة التدريبية أن اهتمام المشاركين يعكس حبهم لعملهم وثقافة العمل لديهم. وقدمت في ختام الدورة الشهادات للمشاركين، حيث خاطب مراسم الختام في المقر المركزي لوزارة الزراعة المدير العام للتنوع الزراعي بالوزارة السيد حورية اسكودوم، موضحا بأن حملات المكافحة الناجحة التي تقوم بها البلاد مكنها من الحصول أولا على فرص التدريب. ودعا المشاركون في الدورة لتطبيق الدراسة المكتسبة لأهمية معدات رش المبيدات سواء الموجودة في السيارات أو المحمولة لإنجاح إبادة الجراد. أعلن قسم التنمية المعمارية في الإقليم الجنوبي تنفيذ أعمال بناء وصيانة مؤسسة الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية الزراعية العام الماضي بتكلفة بلغت 17 مليون نقفة. وأوضح المدير العام للقسم السيد قبر هيلي في الاجتماع الذي عقد في 2 يناير بناء مدارس وفصول إضافية في قرى كودفلاسي وغزاغوبو وعد قعبو ونويح زبان وأرقيت مخرك وعد إبراهام، وبناء السكان طرق فرعية بطول 49 كيلومتر تؤدي إلى قراهم في مديريات ابن حيلي ودبروة وعد قيح.
وأشار المسؤول إلى وجود مشاريع كبيرة تنفذها شركات الإنشاءات الوطنية وإعداد الخرائط السكنية للقرى والبلدات في 6 مديريات. وذكر بناء حواجز مائية جديدة في ماي الدماء وعد قلقل ومبنى انتظار الحوامل في دبروة. وشدد حاكم الإقليم الجنوب السيد هابتهاب تسفاتين في الاجتماع للدفع بالمشاركة الشعبية لإنجاح البرامج التنموية والعناية بالطرق المشيدة لضمان الخدمة الطويلة. يقوم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية منصورة بتنفيذ مختلف البرامج لتحسين الحياة المعيشية للمحتاجين، وفي هذا الإطار قدم المكتب دعم للماشية ل7 معاقين. وأوضح ممثل المكتب السيد إدريس محمد علي أن الدعم تضمن الماعز والأغنام بقيمة 10,000 نغفة لكل معاق. وأشار إلى تقديم الأدوات الدراسية سابقا للطلاب المحتاجين، موضحا أن الدعم الحكومي والشعب يسهم لتحسين حياة المحتاجين. وأشاد المعاقون بالدعم المقدم لتحسين معيشتهم، مؤكدين العمل لتحسين حياتهم استفادة من الدعم الحكومي المقدم. أعلن الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم القاش برك العمل لتنفيذ البرامج الموضوعة بتقوية تنظيم الشباب. وبحث الفرع في الاجتماع التقييمي الذي عقده في مدينة بارونتو تنفيذ برامج عام 2019 والمميزات والقصور الماثلة. وأوضح مسؤول الشؤون التنظيمية والسياسية في فرع الاتحاد السيد ماريكوس قرماتين أن تقوية تنظيم الشباب سيمنح الأولوية لإنجاح تنفيذ البرامج، داعيا الشباب للاستفادة من الفرص المتاحة. وأفاد مسؤول المشاريع السيد دانيال أبراهة في التقرير الذي قدمه تقديم دورات تدريبية بالتعاون مع الشركاء ومنح القروض لتمكين الشباب. وقال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم القاش برك السيد فرانكو كوبابا أن تنظيم الشباب يعتبر هاما لتقوية البلاد، مؤكدا تعاون إدارة الإقليم وجميع الشركاء لإنجاح برامج عام 2020. سيداتي سادتي، إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر أمنية في بوركينا فاسو أن 14 مدنيين على الأقل معظمهم تلاميذ قتلوا في انفجار عبوة يدوية الصنع لدى مرور حافلة شمال قرب البلاد. وأوضح المصدر أن عبوة يدوية الصنع انفجرت في آلية نقل، والحصيلة المؤقتة هي 14 قتيلا و4 جرحى إصاباتهم خطيرة. وتتعرض بوركينا فاسو المحاذية لمالي والنيجر لهجمات جهادية أسفرت منذ عام 2015 عن نحو 750 قتيلا وتسببت بتشريد 560 ألف شخص. وتطال الهجمات خصوصا شمال البلاد وشرقها، فيما استهدفت العاصمة وغادوغو 3 مرات. أمرت المفوضية الإسبانية للانتخابات بتجريد رئيس كاتالونيا كيم تورا من مهامه النيابية، ما يعني فقدانه منصب رئاسة المنطقة أيضا. ويأتي هذا القرار بعدما حرم القضاء الإسباني في 19 من ديسمبر الماضي تورا من حق الترشح لمدة 18 شهرا بتهمة العصيان. وكان قد رفض الامتثال لأمر مفوضية الانتخابات بسحب الرموز الانفصالية من على واجهات مقر حكومة المنطقة خلال حملة انتخابية. والحكم القضائي الصادر على تورا ليس نهائيا، لأنه تقدم بطلب استئناف إلى المحكمة العليا، لكن مفوضية الانتخابات لم تنتظر الحكم ووافقت على طلب اليمين واليمين القومي الذين كان يطالبان بإقالة تورا. وجاء قرار المفوضية في أجواء من التوتر السياسي في إسبانيا عشية جلسة في البرلمان لتنصيب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لولاية جديدة. أظهر مقطع فيديو رجلا مسلحا في متنزه بالعاصمة باريس وهو يحاول مهاجمة المرأة وطعنهم بسكين كان بحوزته، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين، أحدهما حالته حرجة قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وترديه قتيلا. وبحسب الشرطة المحلية فإن دوافع الرجل لم تكن واضحة ولم يعرف السبب الرئيسي وراء فعلته.
وقال أحد الشهود أنه رأى المهاجم وهو يقدم على طعن أحد مرة، ويبدو أنه قام باختيار ضحاياه بطريقة عشوائية. وقال مسؤولون أن أحد الضحايا توفى وأصيب اثنان آخران في الهجوم الذي وقع في حديقة بروير في المنطقة الواقعة في إحدى الضواحي الجنوبية بالعاصمة الفرنسية باريس. بقطر يتجاوز المتر ومواصفات قريبة ونادرة في عالم النباتات، عثر مسؤول الحياة البرية في إندونيسيا على نوع عملاق من زهرة الوحش، وهي أكبر زهرة مسجلة في العالم حاليا. وعادة ما يشار إلى زهرة رافيليسيا باسم زهرة الوحش بسبب خصائصها الطفيلية ورائحتها الكريهة، وهي الزهرة التي عثر عليها في غابة في وسط جزيرة سومطرة وفقا لموقع CNN. ويبلغ قطر الزهرة حوالي 1.2 متر، وازدهرت مؤخرا في الغابة الإندونيسية مما يجعلها أكبر زهرة تم تسجيلها على الإطلاق وفقا لمركز الموارد الطبيعية في غرب سومطرة بإندونيسيا. وصلنا إلى نقطة الختام، وفي أمان الله وحفظه.